صاحب حنجرة ذهبية وصوت ملائكي جميل، أحد أعلام المقرئين البارزين الذي لقب صوته بصوت مكة المكرمة. نعم، هو القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ولد شيخنا الجليل في العام 1927 بقرية بسيطة اسمها المرعزة بمركز أرمنت محافظة قنا، قبل أن ينضم مركز أرمنت لمحافظة الأقصر فيما بعد. بدأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد طريقه في قراءة القرآن الكريم داخل قريته قرية المرعزة، وكان رحمة الله عليه صاحب صوت قوي ومتميز، فقرر والده أن يهبه للقرآن الكريم. وكان الشيخ الصغير وقتها 8 سنوات، وكان معتاد الذهاب إلى سرايا عبود باشا. سرايا عبود باشا كان مكان لحفظ القرآن الكريم، وكان يذهب الشيخ الصغير للاستماع للمقرئين ويردد ما سمعه، حتى إن أطلقوا عليه لقب الشيخ عبد الباسط، إلى إن حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته، وذلك وهو في سن 10 من عمره. حفظت القرآن وأنا سني 10 سنين تقريبا. نعم. وكنت دائما وأبدا مغرم بسماع القرآن. نعم. وأحب القرآن. نعم. بينما أتم القراءات السبع والأحكام وهو في سن 12، وبدأ الشيخ عبد الباسط يكون مطلوبا لإحياء الحفلات والمناسبات. نعم، كان لشيخنا الجليل صوت ذهبي جعله يقرأ القرآن في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والمسجد الإبراهيمي في فلسطين. كما حصل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد على العديد من الأوسمة من دول إسلامية متعددة كسوريا وماليزيا ولبنان وباكستان. صوت شيخنا الجليل صوت ملائكي، كان له أثر كبير على قلوب المستمعين لصوته، لدرجة أنه عند ذهابه إلى جنوب أفريقيا في العام 1966 أسلم على يده الكثيرين هناك. كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في بدايته يتمنى زيارة القاهرة، حيث قراء القرآن الكريم العظماء كالشيخ الشعشاعي وغيره، فحقق الله له أمنيته. وفي سنة 50 جئت في زيارة للقاهرة، وكان في مولد السيدة زينب رضي الله عنها. نعم. وجاءت أول زيارة له للقاهرة في عام 1950، حيث قام بحضور الحفلة الختامية لمولد السيدة زينب رضي الله عنها، وكان عمر شيخنا وقتها 23 سنة، وجلس بالقرب من القراء الكبار. وبينما الشيخ عبد الباسط كان يفكر في المكان والأصوات، إذ بصوت ينادي: إزيك يا شيخ عباسط، أنا الشيخ علي سبيع إمام مسجد السيدة زينب، بلدياتك يا شيخ عبد الباسط. وطلب الشيخ سبيع من عبد الباسط قراءة قدر من القرآن الكريم، فصمت الشيخ عبد الباسط قليلا وبان عليه القلق، لأنه لم يكن مستعدا والاختبار صعب، ولكن لم يجد أمامه سوى الاستجابة لطلب الشيخ سبيع، وبالفعل جلس على كرسي القراء وتلا القرآن الكريم، فتعالت أصوات الحضور بالاستحسان، وامتدت القراءة ل1.5 ساعة. بعدها أقبل الحضور إليه للتعارف عليه، وخرج الشيخ محمولا على الأعناق. وكانت هذه الزيارة لحظات فارقة في حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وفي عام 1951 تم اعتماد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في إذاعة القرآن الكريم ليكون أشهر القراء بالإذاعة المصرية. وفي العام التالي لتعيينه في الإذاعة المصرية عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي، ثم قارئ لمسجد الإمام الحسين عام 1958 خلفا للشيخ محمود علي البنا. صداقة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بملك المغرب. ذكر ابن الشيخ عبد الباسط الأستاذ طارق لمجلة روز اليوسف في وقت سابق بأن والده التقى بملك المغرب الملك محمد الخامس في بداية الستينيات، عند حضور الملك محمد الخامس افتتاح السد العالي بأسوان، حيث استمع ملك المغرب للشيخ عبد الباسط، وصارت صداقة بينهم من وقتها.
وطلب جلالة الملك محمد الخامس من رئاسة الجمهورية أن يصطحب الشيخ عبد الباسط في زيارته لمساجد آل البيت. وبالفعل قام الملك بصحبة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مساجد آل البيت بمصر، وكان يطلب الملك محمد الخامس من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تلاوة بعض الآيات. وقبل نهاية زيارة الملك لمصر طلب الملك محمد الخامس من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد زيارة المغرب. وكان هناك تواصل دائم بين جلالة الملك محمد الخامس والشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وعندما توفى الملك محمد الخامس سافر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد للمغرب وحضر مراسم تشييع الجنازة وقرأ القرآن في عزاء جلالة الملك. وأيضا كانت هناك صداقة بين فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والملك الحسن الثاني، حيث طلب منه أن يقرأ خاتمة مرتلة برواية ورش عن نافع المدني التي يقرأ بها أهل المغرب. وبالفعل سافر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مرة ثانية إلى المغرب وقام بتسجيل ختمة القرآن الكريم كاملة برواية ورش، وأهداها للإذاعة المغربية ولروح المغفور له الملك محمد الخامس. كان رحمة الله عليه محبا للقرآن، فكانت كل أمانيه وأمنياته تتعلق بالقرآن الكريم. كان يتمنى أن يسجل القرآن كاملا مجودا ومرتلا بالقراءات العشر، إلا إنه توفى قبل أن تتحقق أمنيته، لكنه ترك قرآنا مسجلا للقرآن الكريم كاملا بقراءة حفص عن عاصم مجودا ومرتلا، وكذلك بقراءة ورش عن نافع المدني بدولة المغرب الشقيق. مواقف من حياة فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كان شيخنا الجليل سفيرا فوق العادة نظرا لشعبيته حول العالم، فكان ذات يوم في أدغال أفريقيا أوغندا بالتحديد، وشهدت إحدى الحفلات هناك موقفين. أما الأول بينما فرغ الشيخ عبد الباسط من القراءة إذ رجل يجر بقرة ضخمة وأصر على أن يهديها للشيخ بالرغم من أنه لا يملك سواها، وأعجب الشيخ بالموقف وشكره على مشاعره الطيبة. أما الموقف الثاني وهو في أوغندا أيضا، وهو إعلان إسلام أشهر المذيعات هناك، حيث جاءت إلى الشيخ بعد إن فرغ من القراءة وتحدثت بلهجة غير معروفة بالنسبة للشيخ، فأخبره منسق الاحتفال بأن قراءته هزت وجدانها فأعلنت إسلامها. حادث المنصة والشيخ عبد الباسط عبد الصمد وسط الرصاص. لن تقبل الرئاسة اعتذار الشيخ لارتباطه بموعد سابق، ولكن سمحت له بإمكانية مغادرة المنصة بعد الانتهاء من التلاوة. ولكن بعد التلاوة همس له أحد موظفي الرئاسة بأن كل الأبواب مغلقة فلن يسمح له بالخروج، وحدثت حادثة المنصة. ولكن الله نجى فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بإذنه وقدرته. أصعب المواقف التي مرت على فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد حكاية المرأة التي هددته بالقتل إن لم يتزوج منها. أصل الحكاية: سيدة سورية كانت إحدى المستمعات للشيخ أثناء تلاوته في إحدى الحفلات التي أقيمت في سوريا، وطلبت من الشيخ أن يتوسط لها لتكون مغنية في الإذاعة المصرية. ولكن الشيخ عندما عاد إلى مصر نسى ما كان من السيدة ولم يعلم بأنها ستأتي للقاهرة بحثا عنه لكي تطلب منه الزواج أو أن تقتله إن لم يلبي طلبها بالزواج. كانت السيدة داخل سيارة تاكسي تنتظر الشيخ عباسط أمام مسجد الإمام الشافعي، وفي يدها مسدس لتقتله به عند خروجه من المسجد. لكن المارة لاحظوا ذلك وأمسكوا بالسيدة وذهبوا بها إلى قسم مصر القديمة. وذلك لم تكن هي المرة الأولى، بل سبقت هذه المحاولة محاولتين لنفس السيدة. أعزائي متابعي قناة بيت المسلم، بيت كل مسلم، شكرا لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.